ليه بنعمل كده؟ لما كنا بنتكلم عن ميتا دوك وقلنا ان هم عندهم شركه هولدنج في امريكا تملك بقيه السبسيدريز او الشركات الثانيه اللي عندهم، محمود سالني ليه بنعمل كده؟ فكره ان يبقى عندك شركه هولدنج بتملك بقيه الشركات دي استراتيجيه معروفه في البيزنس. ليه بنعملها؟ عشان 4 نقط. اول حاجه بتخليك تقدر تعمل إدارة مركزية استراتيجية لبقية الشركات، وبالتالي الشركة الهولدنج هي اللي بتحدد استراتيجيات بقية الشركات اللي شغالة، ومش لازم يكونوا شغالين في نفس القطاع على فكرة. تاني حاجة بتعمل تاكس اوبتمايزيشن، أو بمعنى أدق لو في شركة بتخسر مش تدفع عليها ضرايب، والشركة اللي بتكسب بتدفع قد الضرايب اللي بتكسبها وبس، ما تخليش الضرايب تخش على بعضها. تالت حاجة بتحمي الاسيتس بتاعة كل شركة، يعني لو في شركة بتخسر عندك أو عليها ديون ما توقعش معاها بقية الشركات اللي بتكسب معاك أو ممكن تكون شغالة في قطاعات تانية. رابع وآخر حاجة بتسهل عليك عمليات الدمج والاستثمار والاكسبانشن، عشان لو عندك حد جاي من بره او مستثمر مهتم بحته معينه من اللي انت بتعملها يبقى ليها كيان قانوني منفصل ويعرف يخش فيها، وفي نفس الوقت الشركاء المؤسسين اللي موجودين في الهولدنج يملكوا في كل الشركات التانيه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو عندكم اي اسئله ابعتوا لنا في الكومنتات.